اللي يموت من الداخل يموت ذاته، يموت كبرياءه، يموت حقده. لكن واحد مش متحمل كلمة يتحمل سيف. واحد مش سايب لاخوه متر جنبيه في البيت ولا اللي عنده اي مبلغ كده ومضطهده هيقدر يسيب العالم كله؟ لازم نموت كل يوم لكي ما حينما يأتي السيف يجدنا مستعدين. لكن اللي متمسك ومتكلبش في العالم كالبشا هيموت يروح فين؟ فاكر كان فيه دير من الأديرة فيه راهب شديد في تعامله مع اخواته شويه، فبيقول لأب اعترافه والقريه اللي جنبنا فيها استشهاد، اروح استشهد؟ قال له لا، انت ما عندكش محبه لاخواتك. شوف الكلام، انت لسه قلبك مش نقي، ما تتحملش الشهاده. واصر ان يروح وانكر الايمان، مش مستعد، مش جاهز. استعدوا، اجهزوا واستعدوا. الملكوت حلو. اللي يفكر في الملكوت يحب الألم. اللي يفكر في الملكوت لا يشعر بضيقة. اللي يفكر في الملكوت لا يشعر بحزن. الأبدية تعطي فرح، الأبدية تعطي قوة، الأبدية تعطي معونة. لكن اللي بيفكر في الأرض نتعب لما يجيب